بسم الله الرحمن الرحيم، وأخيرا عودة الانتصارات لنادي الزمالك مرة أخرى. الحمد لله طبعا والشكر على عودة الانتصار. أداء مش أحسن حاجة، بس هو ده اللي قاله أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي، واللي احنا قلناه. مش مهم الأداء، المهم إن أنت ترجع وتقدر تعدل مسارك وتخرج من الأزمة والبوتقة اللي أنت حاطط نفسك فيها. طبعا في ملاحظات على بعض اللعيبة كالعادة، أخطاء غريبة هتكلفنا ماتشات فيما بعد، لازم نتداركها ونشتغل عليها من دلوقتي. 4-3-3 ما ينفعش الجنبين يطيروا، ما ينفعش الباكين ما يغطوش ما يقفلوش، ما ينفعش الوينجين ما يضموش يدافعوا. كون ان مصطفى شلبي ما يرجعش يدافع او زيزو ما يرجعش يدافع، دي في خطة 4-3-3 هتبقى مشكلة كبيرة جدا، مع سوء تمركز من التلاتة بتوع نص الملعب. قلتها وبقولها وهكررها، لو احنا هنفضل نلعب بتلاتة في نص الملعب وملهمش اي ادوار، بلاش نلعب بتلاتة في نص الملعب، ملهمش أي لازمة. احنا بيتاخد من نص الملعب واحنا بنلعب بتلاتة. فيوتشر مستحوذ على الماتش الشوط التاني وانت بتلعب بتلاتة في نص الملعب، ما بالك بقى لو انت بتلعب باتنين في نص الملعب، هيبقى الوضع ايه؟ سيد نيمار الجبهة بتاعته كانت شبه مركزين عليها جدا. سيد نيمار ده ضعيف جدا دفاعيا، لازم يشتغل على نفسه فيها. ما ينفعش يبقى ما بيعرفش يدافع بس، ما ينفعش ما بيعرفش يهاجم بس، لازم يدافع ويهاجم. لازم يشتغل على النقطة دي كويس جدا، هو لسه صغير ولازم يتدرب عليها ويتعلمها. عبد الغني لا تعليق. حسام عبد المجيد في هزة كده عنده، ولازم محتاج ثقة في نفسه أكتر من شوية أكتر من كده. طبعا لما كنا بنلعب ثلاثة فكان عبد الغني برضه كان جنبه الونش، كان جنبه حد بيديله توجيهات تعليمات، فكانت الدنيا مساعدة معاه شوية. الملاحظ بقى في الماتش، والحاجة الغريبة برضه بالنسبة لي، انت دلوقتي عبد الشافي كان بيلعب جنبه مصطفى شلبي، ما كانش بيرجع يدافع معاه، وانت شايف ان هما بيروحوا على عبد الشافي باتنين. وعبد الشافي برضه السن عامل السن واللي بتاع، بس مع ذلك عبد الشافي يعتبر النهارده هو كان بيلعب فيوتشر، يعني فيوتشر النهارده كان بيلعب عبد الشافي بس. هتقولي بقى اجوان، هتقولي مش عارف ايه، معلش مع احترامي لحضرتك، هو اجوان احنا مش جمل متدربين عليها، ده يعني الحمد لله هي جت كده، يعني الحمد لله جت من عند ربنا الجونين ومشيت، يعني الدنيا مشيت. طيب احنا المفروض مننا ايه في المرحلة الجاية؟ مطلوب مننا دعم للكيان، دعم للنادي الزمالك، دعم للجهاز الفني، مجلس إدارة، لكل الناس هندعمها عشان نادي الزمالك يا جماعة. والله هو ده الصح، هو ده المطلوب في الوقت الحالي، لأن كتر الضغط هيولد انفجار، والانفجار ده مش هنعرف نلمه. خصوصا إن كله دلوقتي ماسك الزمالك بغسيل ومكوى. إعلام يعني إعلام ماسكنا غسيل ومكوى، وكلاء لاعبين، عارف إن أنت واقع وعايز تجيب أي صفقات، طب ما تعالي نعمل مصلحة على الناس دي. طب ما نشوف نجيب بقى ناس ونحلل وبتاع، حكام هيجوا عليك برضه، ما هو شايف الدنيا كلها راجعة عليك، يعني هم مش هيجوا عليك هم كمان. الفرق اللي قدامك اللي بتلعبك طمعانة فيك، طمعانة ان هي عايزة تجيب فيك، يعني ايه، تطلع منك بأقصى الاستفادة. طبعا يقول لك الزمالك مش في حالته فنضغط عليه، وكده كده مفيش حد هيساند ومفيش حد هيدعم. برضه رسالة لإمام عاشور. انا في حد كده يعني اتقال معلومة كده، بس مش متأكد من صحتها خالص، ان العرض اللي جه لإمام عاشور ده مجرد كوبري، وان هو رايح الاهلي. الحقيقة لو الخبر ده صحيح، فأنا بقول الإمام ألف مبروك انضمام للأهلي، واللي مش عايزنا يا ابني احنا مش عاوزينه. معلش يعني الباب يفوت أتخن جمل. الساسي مشي وبن شرقي مشي، معلش يعني انت مش هتكون أحسن منه، خصوصا إن الفترة الأخيرة أصلا انت مش مركز في الملعب، انت مركز في حاجات تانية مش عايز أتكلم فيها، ومش عايز أقول إيه سبب مشاكلك واللي انت والهبل اللي انت بتهبله واللعب اللي انت بتلعبه لوحدك. يعني انت بتلعب لوحدك تقريبا من أول الموسم، بتلعب لنفسك بس، مفيش فرقة، مفيش جماعية، مفيش حاجة، كل حاجة عايز اخد الكرة واشوط، كل حاجة عايز اخد الكرة واطلع اجري 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 لحد ما حد يعمل معايا فاول، عشان بس الناس تقول الجري انت اللي شوفوا اللي مفيش زيه ده. كابتن مصطفى شلبي يعني اداء كويس النهارده، بس حضرتك برضو مش رونالدو، حضرتك يعني مش كبير على التغيير،
حضرتك برضه مش ما ادانكش تلويلي بوزك كده كل شوية وتحسسنا ان يا عم انت مش رونالدو، انت عادي تعامل ان انت لعيب كورة عادي، اي لعيب كورة بيتغير. زيزو هو نجم الزمالك من السنة اللي فاتت واتغير وعادي، ما طلعش لا بوزه ولا اتنى ولا اتفرد ولا عمل اي حاجة. تمام. تغيير يوسف أسامة عشان هو شايف إن الزمالك هيلعب ورا دفاع، فعايز حد يعمل انطلاقات وسريع. بصراحة يوسف في الشوية اللي نزل لعبهم حسه كده خايف عليه ضغوطات عشان والده وبتاع، فهو مخلي دماغه وتركيزه بره الملعب، وده حاجة غلط كبير جدا يعني. حاجة أخيرة بس ومهمة جدا 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 يا جماعة، لعيبة الزمالك يعني لو حد وصل الفيديو ده أرجوكم، ما ينفعش لعيب ينزل يستلم براحته ويلف ويدور ويعمل ومفيش حد ضاغط فيه. يا جماعة ألف بيه كورة، أنا لازم أي واحد بيجي يستلم لازم أضغط عليه. في لعيبة معروفة في أي فرقة هي اللي بتلعب الفرق، ما ينفعش أسيبها تلعب براحتها. يعني ناصر ماهر بيلعب براحته، كان رضا بوبو بيلعب براحته. اللعيبة في لعيبة معينة ما ينفعش تلعب براحتها، في اللي لازم تضغط عليه وتقفل عليه، ولو مش هتاخد منه الكورة اعمل معاه فاول، حسسه إن أنت مش هتعدي، حاسه ان انت الموضوع ميت معاك، ان انت يا هت مش هتعدي غير بفاول عادي. الدنيا كل ما يعني لعيبه من لعيبه الزمالك محتاج تبقى اجريسيف شويه على الكوره، تنشف كده تخش تلتحم بقى واعمل فاول، حتى لو هتعمل فاول حتى لو خد انذار، الفرقه لما بتشوفك ان انت طف معاه وان انت قوي ودخلاتك فيها رجوله شويه، معلش الفرقه اللي قدامك بتخاف، اللعيبه بتخاف. ده اللي نفسي تفهمه ونفسي اللعيبة تاخد بالها منه، وإن شاء الله بإذن الله نكمل ونعود وتكون بداية انتصارات وبداية تصحيح المسار قبل أفريقيا، وإن شاء الله نتقابل وبعد ماتش فاركو والنتائج تخدمنا، ونحاول نفنش ونخش ماتش شباب بلوزداد، لأن ده أهم ماتش تقريبا في يعني الفترة اللي فاتت دي كلها، هو ماتش شباب بلوزداد. فرقة رخمة، فرقة عندها لعيبة صغيرة، عندها سرعات، عندها كورة، ممكن نتكلم عنهم بعد كده بس في فيديو تاني. فأتمنى اللعيبة تسترجل ماتش فاركو، لأن أنت عايز تكسب عشان تخش ماتش شباب بلوزداد وأنت معنوياتك كويسة والدنيا معاك كويسة. يا رب الفيديو يكون ما كنتش طولت عليكم، أنا عارف إني طولت بس يعني أتمنى الفيديو يكونوا كويس بالنسبة لكم يعني.